السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. وعواشركم بروكا جيت البنات باش نقاد معاكم التطبيق ديال الطابلو اللي شفتو معايا في الاول. الطريقه ديالته في اليدين مادام انني كنت تقاسمت معاكم الطريقه ديالته في الرجلين. ما تنساوش البنات غادي نبداها معكم في الاول ديال الفيديو. ما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو تدعموني بلي لايك ديالكم باش هكذا يعني حتى انا نشوف المجهودات ديالي راه ما كيمشيوش غير هكذاك. صراحه راه ما بغيتش نخوي بكم بزاف ديال البنات. بزاف ديال البنات خداو هذا الطابلو وكياكدوا تيقولوا لنا تقاسمي معنا الطريقه ديال التركاب. وانا صراحه انا البنات خسر ليا التليفون ديالي من الزهر. راني غير مديبانيه دابا باش كنصور وبقى فيا الحال، يعني قلت ضروري ومؤكد انني نقاد لكم فيديوهات بهذا الطابلو تشوفوا الطريقه ديال التركاب، ما نخليكمش بلاش. داكشي علاش البنات عاونوني غير بلي لايك وبالبارطاج، الله يجازيكم بخير. اول حاجه كيف ما كتشوفوا لصقت معكم الصبيعه. اش من لصقت قطعت معكم الصبيعات وغادي ندوز باش غادي نلصقهم. الا كتلاحظوا درت كل صبيع في شكل هكذا، تشهيت هاد الويده ودرت كل صبع فيه رشيمه. بغيتو ديروهم بحال ما كاينش مشكل، غير هو كيف ما قلت لكم اللي خدات الطابلو راه ما غاديش تاخذ واحد، تاخذي جوج ثلاثه. ما عندك يعني شنو تخسري، بالعكس راه دوك الرشيمات الا شاطوا لكم غادي تستغلوهم من بعد. يعني علاش تنقول لكم خذوا جوج ثلاثه باش هكذا يلاه الصبيعات ديال اليدين والرجلين يكفيوكم. غير على وديت الصبيعات كان عندكم هكذا شي طابلو اخر ديبانيو به الصبيعات وكيتشابه مع الزواقه، ماشي مشكل، نتوما عندكم الاختيار. انا غير قلت لكم دابا باش هكذا اللي بغات تمشي تقدا تعرف ودير بحسابها شنو كاين. صافي هنايا لصقت الصبيعات على هذه الطريقه هذه، كل صبع جا هكذا مختلف على الاخر، هكذا عجبوني صراحه. وانا كيحمقوني هكذا غير الصبيعات مخدومين بوحديتهم بلا ما نزوق الفوق ديال اليد، تيعجبوني بزاف ما عرفتش علاش. صافي هنايا بعد ما لصقت الصبيعات غادي نقطع هاد الوريضه هذه. هاد الطريقه ديال التركاب اللي غادي ندير معكم في اليد دابا راه كتشابه مع الطريقه ديال التركاب اللي درت معكم في الرجل. غادي نخليها لكم في المينياتور باش هكذا ما تدوخوش في التصويره المصغره ديال الفيديو، باش هكذا يعني تعرفوا كل رجيله مع اللويده ديالتها، ما عندكم فين تجلا ولا فين تدوخوا. ولا كتلاحظوا درت معكم الطريقه ديال التركاب سهله ما فيها لا تعقيدات لا حتى حاجه، اللي اي وحده فيكم ممكن انها تقادها. وفي الاخر ديال الفيديو غادي نعطيكم طرق مختلفه ديال التلصاق اللي ممكن انكم ديروها بنفس هذا الطابلو ولا ديروها في الداخل ديال اليد. كيف ما ممكن الرشمه اللي درتوها الفوق ديال اليد تعاودوها في الداخل ديال اليد، ما كاينش حتى مشكل، نتوما شنو بغيتو. هنا البنات كنحاول انني نحيد هذوك المربعات، بغيت نخلي غير الرشيمه كيف ما هي، ولكن في الاخير ما خدمتش بهذا الرشيمه، خدمت بواحد الرشمه مختلفه عليها. هانتوما غادي تشوفوا معايا. انا راه حتى كنبدا نلصق عاد كيبداو يطيحوا عليا الافكار، راه كنت قلتها لكم في الفيديوهات الاولين. يعني ما كنكونش مخططه شنو كندير، حتى كنبقى خدامه عاد كنبدا نشوف هادي من هنا هادي من هنا هكذا، يعني الطريقه ديال الخدمه ديالي. هنايا البنات كيف ما قلت لكم ما بقيتش خدمت بها، غادي نخدم بهادي. يعني اختاريت كيف ما درت في الرجيله جات بين وبين وجاو فيها هكذا فراغات، فكرت ان حتى اليد خاص حتى هي يجيو فيها فراغات وتجي ما بين وبين. يعني واخا تبان لكم الويده راها عامره غير على قبل السكوتش، ملي غادي تحنى ويتحيد السكوتش غادي تبان لكم بحال الرجيله. صافي هنايا كنحيد هاد الزوائد هادو وغادي نلصقها على هذا الشكل. غادي نقطع بعدا منها، يعني خديت العبار ديالي وغادي نقطعها على هذه الطريقه. هنايا البنات كيف ما قلت لكم انا بغيت هذاك الوسط يجيني خاوي باش هكذا تجي الرشيمه كتشابه مع الرشيمه اللي كنت درت معكم في الرجل. صافي كنثبت السكوتش على هذه الطريقه
وكانت هذه هي الرشيمه ديالتنا في اليد كيفاش كتجي. كيف ما قلت لكم وغنعاود نقولها لكم بالنسبه للناس جداد ولا اللي عاد غادي يكتشفوا القناه من خلال هذا الفيديو. دائما كندير الطريقه ديال التركاب وكنحني سوا اليد سوا الرجل باش هكذا تشوفوا النتيجه ديال السكوتش كيفاش كتجي. ولكن بما انني كيف ما قلت لكم دركت مع الايام ديال العيد ما بقى والو، بقات واحد 3 ايام هكذاك ان شاء الله، ولا حنيت بالحنه الهنديه ما غاديش طير دغيا وغادي نلقى مشكل. يعني منين نبغي نحني الحنه ديال العيد بالحنه الطبيعيه غنلقى الرجل باقا ما صفاتش من الحنه. داكشي علاش قلت والله هما ندير معكم الطريقه ديال التركاب وهكذا تاخذوا فكره، ولا ما نديرش بخطره، يعني هكذا كيبقى حل في الوسط. وانا راه نتوما عارفين الذوق ديالي وبزاف منكم بزاف ديال البنات كيعجبهم الذوق ديالي في السكوتش، ودائما واكبر دليل هو ان البنات كيقولوا لي ورينا الطريقه ديال التركاب ديال هذا السكوتش. اي سكوتش جديد كيعجبهم كيقولوا لي ورينا الطريقه ديالته. داكشي علاش البنات غير ديروها على حسابي بعينيكم مغمضين، غادي تعجبكم وغادي تحمقكم. هنايا راني كنوريكم الطريقه ديال التركاب الثانيه. ممكن انكم تخدموا الفوق ديال اليد بنفس الرشيمات بجوج على هذه الطريقه، يعني ديروا وحده من هنا وحده من هنا وهذا الوسط ديال اليد يبقى خاوي. كيف ما ممكن انكم تخدموا الداخل ديال اليد بهذه الطريقه، يعني تقطعوا هذوك الزوائد اللي كيجيو مع الجناب. وكيف ما ممكن انكم تلصقوه على هذا الشكل، وهذاك البلاصه تلصقوا فيها واحد الرشيمه ولا تقطعوا هاجي على هذه الطريقه وتلصقوها هكذا. وبطبيعه الحال الصبيعات ما نحتاجش نوصيكم، راه هادوك هما الاولين. يعني دابا انا كنعطيكم غير طرق مختلفين ولا طرق وحدين اخرين اللي ممكن تخدموا بهم الداخل ديال اليد، كيف ما ممكن تخدموا حتى بهم حتى الفوق ديال اليد. وممكن تلصقوا هكذا وديروا رشيمه على هذا الشكل. كيما درتوا الطريقه ديال التركاب من هادو اللي وريتكم غادي يجيوكم فنين وكيحمقوا صبيعات بطبيعه الحال. صافي هذا ما كان البنات، هنا كنكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. ما تنساوش تدعموه بلايك ديالكم، الى عندكم اي تساؤل مرحبا بجميع التساؤلات ديالكم. كنقول لكم تهلاو فراسكم بزاف بزاف. مع السلامه، الفيديو الجاي ان شاء الله مع رشيمه جديده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.